هو انت لما بيبقى عندك وقت فراغ بتعمل ايه؟ يعني خلينا صريحين كده، بتفتح الموبايل وتقول هقعد 5 دقايق، فجأة تلاقي نفسك بقالك ساعة او ساعتين، وتلاقي نفسك كمان مش فاكر انت شفت ايه اصلا في الموبايل. طب خليني اسأل سؤال اغرب شوية، هو احنا اصلا عندنا وقت فراغ ولا احنا بنخلق وقت الفراغ ده عشان نهرب؟ لان لو بصيت كده على يومك هتلاقي انك مش فاضي، انت بس مش عايز تعمل الحاجة اللي وراك. وده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو وقت الفراغ ده نعمة ولا مصيبة؟ لان في ناس حياتها اتغيرت بسبب وقت الفراغ، وناس تانية حياتها اتدمرت لنفس السبب. الفرق ما بينهم مش الوقت، الفرق ما بينهم طريقة الاستخدام. وفي الفيديو ده بقى هنفهم ايه هو وقت الفراغ وليه احنا بنضيعه، وازاي ممكن يتحول من حاجة بتسرق حياتك لحاجة بتبنيك. بس قبل ما نبدأ محتاج اقولك ان اللي هتفهمه هنا ممكن يخليك تبص لوقتك بطريقة مختلفة خالص. طيب خلينا بقى نبدأ نتفق على أول جزء معانا في الحلقة، وهو إيه هو أصلا وقت الفراغ. اللي أغلبنا أصلا فاهمه غلط، الناس فاكرة إن وقت الفراغ ده يعني مفيش حاجة تتعمل، وده مش حقيقي خالص. لأن الحقيقة إن وقت الفراغ ده بيظهر في اللحظة اللي بيبقى فيها حاجة مهمة وإنت مش عايز تعملها. يعني إيه؟ يعني مثلا عندك مذاكرة، فجأة تحس إنك زهقان فتفتح الموبايل تقول 5 دقايق بس، فجأة ال5 دقايق يبقوا ساعة. طيب السؤال هنا، أنت كنت فاضي فعلا ولا كان عندك حاجة بس انت اللي قررت تهرب منها؟ نفس الكلام لو عندك شغل او حاجة محتاجة تركيز، فجأة يا صديقي تلاقي نفسك داخل على اليوتيوب او بتقلب في الريلز مع انك من شوية كنت مشغول. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ببساطة ان دماغك قررت تخلق وقت فراغ وهمي عشان تهرب من الحاجة التقيلة. وده بقى يخلينا نقول التعريف الادق، وقت الفراغ مش انك ما عندكش حاجة، وقت الفراغ هو انك مش عايز تعمل حاجة المفروض انك تعملها. ودي اول صدمة، لانك هتكتشف انك مش فاضي، انت بس بتأجل. طيب دلوقتي فهمنا ان وقت الفراغ ممكن يكون هروب. السؤال بقى، احنا بنهرب ليه اصلا؟ وهل احنا كسلانين مثلا ولا بنحب نضيع وقتنا؟ الحقيقة بقى ان الموضوع اعمق من كده بكتير. دماغك ببساطة مش عايزة تعب او اي حاجة فيها مجهود اصلا، تفكير او تركيز او ضغط. الدماغ دايما بتختار السهل، دماغك بيحاول يبعدك عنها ويدور لك على حاجة سهلة او سريعة او مريحة زي الموبايل كده. تخيل كده انك قاعد بتذاكر، الموضوع تقيل ومحتاج تركيز، فجأة بقى بيجيلك احساس غريب خالص انك عايز تقوم تعمل اي حاجة، المهم انك ما تذاكرش. انا دماغي دلوقتي مش عاوز اذاكر، انا عاوز اعمل اي حاجة. تفتح الموبايل، هوب فجأة مرة واحدة بقيت عاوز تشرب مية، كل خلاص هي الدماغ بتبدأ تدور على الحل التاني. ان شاء الله حتى بص ممكن تبقى عاوز ترتب المكتب، تقعد ترتبه 50 مرة وما تذاكرش برضه. وده مش هزار والله ما بهزر، في ناس بتبدأ تنظف الأوضة ممكن قبل الامتحان بساعتين كمان. ليه بقى؟ لان دماغك بتحاول تهرب، وبتحاول تهرب من الحاجة الصعبة، هي مش عايزة الصعب. ودي نقطة مهمة جدا، انك مش بتهرب من الشغل، انت بتهرب من الاحساس ده اللي الشغل بيديهولك. ركز معايا جدا في الكلام اللي بقوله. احساس زي ايه؟ طيب احساس زي الضغط، توتر، زعل، شك، خوف، حاجات كتير. فبدل ما تواجه الاحساس ده بتدور على حاجة تديك احساس احسن، ويكون الاحساس ده انت تكون عاوزه بسرعة، زي سكرول الفيديو وحاجات كتير قوي في السوشيال ميديا اللي جسمك بقى متعود عليها، السرعة. وهنا بقى بتكمن المشكلة، ان كل مرة بتهرب فيها دماغك بيتعلم ان الهروب هو الحل، فيكررها تاني وتالت لحد ما الموضوع يبقى عادة من غير ما تحس. اول ما بتضغط تمسك الموبايل، اول ما تمل تمسك برضو الموبايل، اول ما تزهق تمسك الموبايل. فما بقاش قرار، ده بقى ردة فعل منك تلقائية. ودي بقى المشكلة الحقيقية، مش انك بتضيع وقت، انك اتعودت تهرب. طيب بعد ما فهمنا اننا بنهرب لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو احنا بنقول لنفسنا ايه وقت ما نهرب؟ الاجابة غالبا انا محتاج ارتاح شوية. الجملة دي شكلها منطقي، بس الحقيقة انها اكبر خدعة ممكن تعملها لنفسك. لان خلينا نبص عليها كده، انت كنت بتعمل حاجة مهمة، حسيت بتعب فقلت هرتاح، دخلت على الموبايل قعدت ساعة ساعتين، طيب خلصت، هل انت كده ارتحت فعلا ولا طلعت اتقل ومش طايق ترجع تاني؟ هنا بقى نكشف حاجة غريبة جدا، مش كل راحة اسمها راحة. في فرق كبير ما بين راحة حقيقية وراحة مزيفة. الراحة المزيفة هي اي حاجة تديك احساس حلو ويكون بسرعة من غير برضو ما تحل المشكلة، زي السوشيال ميديا والفيديوهات والسكرول. انت بتحس انك بترتاح، بس في الحقيقة انت بتأجل وبتزود الضغط عليه. عشان كده اول ما تخلص لعب وسكرول وفيديوهات وسوشيال ميديا انت بتبدأ تحس بالذنب، تقول يا ريتني كنت ذاكرت، انا ليه ضيعت وقتي، انا بضيع والكارتة بتاعك كل يوم تعيدها تاني. انما بقى الراحة الحقيقية ودي الجميلة جدا 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 ويا ريت كل الناس توصل ليها، وهي انك تخلص كل اللي عليك وتاخد البريك بتاعك
نفسك بوعي، عارف انك هترجع. الفرق بسيط بس خطير. الراحة المزيفة بتهربك، الراحة الحقيقية بترجعك اقوى. وده يخلينا نفهم ان المشكلة مش انك بتستريح، المشكلة انك بتستريح غلط.